أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان من الفضائية الإريترية. أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. مساعدة المحتاجين في الكاشبركة. الإريتريون في بريطانيا يتبرعون للصندوق مكافحة كورونا. إصلاح خطوط كهرباء حرسيلي أبو. مقتل 75 من متشددي بوكو حرام في عمليات أمنية بمنطقة حدودية. ترامب يرفض تحذيرات خبراء الصحة من التعجل في فتح الاقتصاد. والاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة تدريجية للسياحة بعد انتهاء إغلاق كورونا محادثاته. ومن العناوين إلى التفاصيل. دعما للجهود الحكومية والشعبية الحثيثة الجارية للتصدي لوباء كورونا وتداعياته، يواصل المواطنون في الداخل والمهجر مساهماتهم المالية والعينية وترك إيجارات البيوت. تفاصيل أوسع في سياق التقرير التالي. يواصل الشعب والجيش مساعداته للمواطنين أصحاب العمل اليومي المتأثرين من تعليمات التصدي لوباء كورونا. وفي هذا الإطار قدمت وحدات قوات الدفاع التابعة للقيادة الغربية 660 كنتال طحين أبيض وذرة و97 كنتال سكر و98 كنتال عدس و20 ذرة وحوالي 3000 لتر زيت و268 كيلوغرام شاي عبر إدارة إقليم الكاشبركة. ووزع دعم قوات الدفاع في مديريات سلعة وكركبة وغوني. وقدم 31 من مزارعي مدينة تسني 506 كنتال ذرة للمحتاجين في المدينة وضواحيها إلى جانب دعمهم المالي لصندوق التصدي لفيروس كورونا. وقدم سكان ضاحية العدالة في مدينة بارونتو 40 كنتال من الذرة و5 كنتال ونصف من السكر. ويقدم صاحب مخبز في بارونتو 50 من الخبز يوميا للمحتاجين، بينما ألقى 5 أصحاب منازل إيجارات 2 و3 أشهر للمستأجرين. وسلم صاحب فندق في منصورة فندقه مع كامل تجهيزاته للجنة التصدي لوباء كورونا في المديرية حتى زوال الوباء. ويواصل سكان مدينة منصورة مساهماتهم العينية إلى جانب دعمهم المالي لصندوق التصدي لمرض كورونا. وقدمت ضاحية تنشأي 25 رأس من الأغنام و9 كنتال ذرة، ومقراه 11 رأس أغنام وكنتالي ذرة، وإنجحاي 24 رأس أغنام و6 كنتال ذرة، وماي وسن 23 رأس من الأغنام و14 كنتال ذرة، ومنصورة 50 رأس أغنام، ودلك 10 رؤوس أغنام و5 كنتال ذرة، وقرقر 20 رأس أغنام، ومنتاي 20 رأس أغنام و5 كنتال ذرة، وعدكوكوي 7 رؤوس أغنام، أي ما مجموعه 190 رأس من الأغنام و41 كنتال ذرة. من جهة أخرى قدم سكان ضواحي مديرية كركبة 125 رأس من الأغنام لأفراد قوات الدفاع الناشطين في التنمية في كركبة وضواحيها. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بمساهمات مالية وعينية وإلقاء إيجارات البيوت لمساعدة المتضررين من التعليمات الصادرة للحد والوقاية من جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. ساهم المواطنون المقيمون في مدن برمنغهام وكوفنتري ونوتنغهام ومانشستر ونيوكاسل وليفربول وغلاسكو ودبلن وميدلسبرا وليستر وليدز وشيفيلد البريطانية، وكذلك المقيمون في 4 مناطق بمدينة لندن، بتقديم 423,113 جنيه استرليني للتصدي كوفيد-19. كما ساهم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية ببريطانيا ب10,000 جنيه استرليني و100 دولار، والجمعية التعاونية لأعضاء وحدات المدرعات القدامى في الجبهة الشعبية للمقيمين في الخارج ب3,519 دولار أمريكي. من جهة ثانية سمح المواطنون المقيمون في بريطانيا بإقامة مجانية ل52 من الأسر والمؤسسات في مختلف المدن الإريترية دون دفع مستحقات الإيجارات لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وحتى 6 أشهر حسب المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في بريطانيا. وهؤلاء هم السيد كيداني هابتسلاسي الذي ألقى إيجار مؤسسته في تسني،
وأسرة لمنزله في قدايف ل6 أشهر، وقدي بلاي لأسرتين مستأجرة لمنزلها في أسمرة لمدة 2 شهر، ولملم زرقاء لأسرتين مستأجرة لمنزلها في إعداق حمص ل2 شهر، وهيمانوت هيلا مريم لأسرة مستأجرة لمنزلها في قحوطة ل2 شهر، وموساس جيكف ليسوس ل6 أسر مستأجرة لمنزله في أسمرة لمدة 2 شهر. كما فعل نفس الشيء محرقيتهم مع زوجتي أبرهتين قونيه ل3 مستأجرين لمنزلهما في 4 أسمرة، ومؤسستهما في ترافولو ل6 أشهر، وزايد أسرس لأسرة مستأجرة لمنزلها في ماي تمناي ل3 أشهر. في ذات السياق سمحت السيدة يوديت براخي بإقامة مجانية للأسرة المستأجرة لمنزلها ومؤسستها لفترة 2 شهر. وقبل ما يتسفى قرقش ومدهن كداني لأسرة مستأجرة في منزلهما بمنطقة مرحانو ل2 شهر. وحرقوا والداي مع زوجها تهية والدي ل3 مستأجرين لمنزلهما في ماي تشهوت ل2 شهر. وكذلك السيد علي أحمد شكراي ل4 أسر مستأجرة لمنزله في ماي تشهوت ل2 شهر. وحنطال إسحاق مع زوجته أدراش برهي ل3 أسر مستأجرة لمنزلهما في سنبل ل1 شهر. وأبابا دستا مع زوجها الشهيد قرماي حقوس ل13 أسر مستأجرة لمنزلهما في دقم حري ل2 شهر. وأسمرهم قبر سلاسي مع أسرته المستأجرين لمنزلهم في أسمرة ل6 أشهر، و3 مستأجرين لمؤسساتهم في عدخالة ل6 أشهر. وسعد جبريل مع زوجته إلسا إسحاق ل3 أسر مستأجرة منزلهما في أسمرة ل3 أشهر. ونبيات يمانية لأسرة مستأجرة لمنزلها في عتكليزان ل2 شهر. في غضون ذلك سلم السيد قويتوم تولدي وزوجته السيدة لملم تولد برهان المقيمان في فرانكفورت الألمانية سلما منزلهما في سر الجغل وزارة الصحة حتى زوال كوفيد-19 من البلاد. وأسرة الشهيد إياس وكفلول المستأجرين لمنزلهم في حمبرتي ل1 شهر. يواصل الشعب الإريتري التبرعات للتصدي لوباء فيروس كورونا ودعم جهود وزارة الصحة للسيطرة على المرض. التفاصيل في التقرير التالي، فلنتابع. يقوم المواطنون المقيمون في مختلف مناطق البلاد على المستويات الفردية والجماعية والأسرية والمؤسسات والإدارات وغيرها من التنظيمات بتقديم تبرعات مالية وعينية لتنمية صندوق تصدي لكوفيد-19. ووفق المعلومات الواردة من إدارة إقليم عنسبة، تبرعت إدارة ضاحية ملبسو ب10,000 نقفة، وتنمية المياه بملبسو ب5,000 نقفة، وأصحاب المؤسسات التجارية في بلدة ملبسو ب13,240 نقفة، ومخبز تشلمة ب10,000 نقفة، وضاحية الركوبات ب4,000 نقفة، وضاحية غرصة ب5,000 نقفة، ورهي ب3,000 نقفة، وأمهات ضاحية ملبسو ورهي وقرصة والركوبات ب3,940 نقفة، وضاحية ماء أوالد ب5,000 نقفة، وضاحية حلحل ب5,000 نقفة، وتنمية مياه حلحل ب5,000 نقفة، وضاحية قبية لبو ب5,000 نقفة، وفنشبكو ب2,000 نقفة. وفي ذات السياق تبرعت ضاحية قلب ب10,000 نقفة، وقربت ب5,000 نقفة، وقروح ب5,000 نقفة، ومرات ب5,000 نقفة، ومحلاب ب5,000 نقفة، وخالوق ب4,000 نقفة، وقدماي ب3,000 نقفة، ومزاباط ب3,000 نقفة، وزين ب2,000 نقفة، وبيلتا ب2,000 نقفة، وأيبابا ب1,400 نقفة. في غضون ذلك تبرعت إدارة ضاحية ليبنا ب5,000 نقفة، وتجار ليبنا ب4,400 نقفة، وذرون ب3,000 نقفة، وقنفلوم ب5,000 نقفة، وتجار قنفلوم ب1,500 نقفة، وقزقزة ب5,000 نقفة، وتجار قزقزة ب10,000 نقفة، وفلدارب ب5,000 نقفة، وتجار فلدارب ب5,900 نقفة، وأجربب ب5,000 نقفة، وفرحين ب5,000 نقفة، وحمل مالو ب5,000 نقفة، وتجار حمل مالو ب13,650 نقفة، وأصحاب البساتين في حمل مالو ب10,000 نقفة، ومنتجي هبال الألبان ب2,000 نقفة. في غضون ذلك تبرعت مؤسسة مدبر ب14,000 نقفة، ومؤسسة بيع الأسرة والمراتب ب3,650 نقفة، ومؤسسات تصليح الدراجات ب4,400 نقفة، وجمعية تصليح الدراجات الهوائية ب3,000 نقفة، ومؤسسات تغيير قطع غيار السيارات ب8,000 نقفة، ومؤسسات بيع أحذية الشدة ب6,000 نقفة، ومؤسسات خدمات الإنترنت ب6,500 نقفة، وجمعية منتجي اللبان ب5,000 نقفة، وجمعية منتجي الألبان ب10,000 نقفة، والمؤسسات الإلكترونية ب2,700 نقفة، وصاحب بستان برهان كبرآب ب10,000 نقفة، وعيادة كفل قرقيش للأسنان ب1,000 نقفة.
تم إصلاح خطوط كهرباء حرسيلي أبو الذي توقف عن العمل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في 21 من أبريل في عصب وضواحيها والسيول الناتجة عنها. وقد سقط 45 عمود كهرباء الممتد من حرسيلي إلى أبو بسبب السيول، وتوقفت نتيجة خدمات الكهرباء. وتم تبديل الأعمدة وتجليد أسلاك الكهرباء بطول 2.5 كيلومترين. وأوضح مسؤول مد خطوط الكهرباء في مكتب الكهرباء السيد محمد أمين لقد أعيدت خدمات الكهرباء إلى حرسيلي وستبدأ في أبو خلال 3 أيام. وأشاد بدور المواطنين وأفراد قوات الدفاع لتركيب الأعمدة ومد الأسلاك الكهربائية. مشاهدينا، أخبارنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفصل القصير رجاء ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. قالت وزارة الدفاع في النيجر إن القوات النيجيرية وقوات متحالفة معها من دول مجاورة قتلت 75 من متشددي جماعة بوكو حرام في عمليات أمنية في وقت سابق هذا الأسبوع في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا وتشاد. وقالت الوزارة في بيان صادر إن العمليات التي نفذت جاءت في أعقاب سلسلة هجمات شنتها بوكو حرام على مواقع عسكرية قرب بلدة ديفا على الحدود الجنوبية الشرقية للنيجر. وقالت إن 25 مسلحا سقطوا في قتال على مسافة 75 كيلومترا من ديفا، وقتل 50 آخرون في ضربات جوية وبالمدفعية شنتها قوات متحالفة من النيجر وتشاد ونيجيريا في المنطقة بحيرة تشاد. وقالت إن القوات صادرت أسلحة ودمرت قاعدة لوجستية استخدمها المتشددون. وظهرت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في شمال شرق نيجيريا في عام 2009، واستمر نشاطها وكثيرا ما تمتد هجماتها إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان بأنه غير مقبول. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه ردا غير مقبول بالنسبة لي، مضيفا أنه فوجئ برد فاوتشي خلال شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ. وحذر فاوتشي مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية من أن التعجل في فتح الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تزايد انتشار فيروس كورونا الفتاك الذي قتل أكثر من 82 ألف شخص في الولايات المتحدة ووجه ضربة قوية للاقتصاد. وكان ترامب قد جعل في السابق تعزيز الاقتصاد عنصرا محوريا في حملته للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر. وشجع رئيس الولايات على استئناف الأنشطة التي اعتبرت غير أساسية خلال الوباء. دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة تدريجية للسياحة في الدول الأعضاء بعد أن تضرر القطاع السياحي كثيرا نتيجة التدابير المفروضة للوقاية من وباء كوفيد-19. ويشهد هذا القطاع الأساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الوظائف حلول موسم الصيف الذي يتكبد خسائر كبيرة منذ شهرين جراء إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي. وتريد المفوضية الأوروبية دفع الدول التي فرضت إجراءات عزل مشددة إلى أن ترفع تدريجيا القيود والتدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
هذا وأعلنت كل من ليتوانيا وإستوانيا ولاتفيا أنه اعتبارا من 15 من مايو سترفع القيود المفروضة على المسافرين بين الدول البلطيق الثلاثة، فضلا عن إنشاء منطقة مشتركة للتنقل الحر بعد تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد. قال مسؤولون إن السلطات الفلبينية بدأت في إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن إعصار فونج فونج، وهو أول إعصار يضرب البلاد هذا العام، اجتاح شرق الفلبين بالرياح تراوحت سرعتها بين 155 و 190 كيلومترا في الساعة. ومن المرجح أن تعقد إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا الجهود المبذولة لنقل الآلاف إلى مراكز للإجلاء أعدت في الفصول الدراسية وقاعات الألعاب الرياضية المدرسية. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. ابقوا في منازلكم في أمان الله ورعايته.